اللي هتفضل معاه البالونه لمده دقيقتين من غير ما تفرقع هياخد الفلوس دي. يلا نبدا. يلا بص ادي واحد. ما حدش ينزل، حدش ينزل. ادي واحد نزل. ارجع تاني. ادي جت تاني. ايوه كده خلاص. تعال. ايه ده؟ انت لازم بتاع كده ليه؟ ده اللي بيحصل بقى في حياتنا. بالمناسبة انا ما قلتش لولا واحد فيهم فرقع بالونة التاني. انا قلت لهم اللي هيفضل معاه البالونه لمده دقيقتين هو اللي هيكسب. لو كان كل واحد فضل واقف في مكانه ومركز في بالونته لمده دقيقتين كان كلهم كسبوا. ده اللي بيحصل لنا في حياتنا. اللي بيحصل كالتالي: كل واحد فينا بيروح يعمل ازاي عشان خاطر ينجح في حياته. بتحس ان هو بيفكر ان انا هدم الاخرين في سبب نجاحي. يعني ايه؟ انت مثلا النهارده شاغله بالك باصحابك اكتر ما شاغله بالك بنفسك وبتعديل نفسك وبتعديل اخطائك. انت نفس الحال، شاغل بالك ده فلان بيكسب وفلان بيوصل وفلان بيعمل، وسايب نفسك. مع ان انت لو ركزت على حاجتك انت هتلاقي نفسك بتمتلك اشياء كتيره جدا تقدر تخليك ان انت في احسن حاله ممكنه. لو سمحت ركز على حاجتك وما تشغلش بالك باللي حواليك، وما تقعدش كل شويه تشغل بالك بتدمير الاخرين. يا جماعه بنائك قائم على ان انت اللي تبقى ناجح مش الاخرين ان هم يكونوا مهزومين. حاول دايما تعدل من نفسك وسيب التانيين يا عم ناجحين زي ما هم، بس انت عدل من نفسك وطور من نفسك وما تشغلش بالك بالاخرين.